ما كنتش أتخيل إن بتاع الخضار اللي تحت البيت يكون بيفكر في كده، ومعرفش إزاي أنا طوعته في كل حاجة طلبها مني. واللي حصل لي منه في الآخر مفيش واحدة تقدر تستحمله. أنا هناء عندي 26 سنة، واتجوزت سيد جوزي، وهو كان شغال نقاش، وكنا ساكنين في شقة بالإيجار في منطقة شعبية، وكنت ساكنة في الشارع اللي فيه السوق. ومن سنتين في واحد جه أجر المحل اللي تحت البلكونة بتاعتي. هو شاب عنده 25 سنة، وكان فاتح قبله واحد بتاع سمك ونشي. المهم الراجل ده بعد ما فتش، أنا دايماً بنزل أجيب حاجتي من السوق، والخضار بالذات بجيبه من أقرب واحد ليا علشان ما تشيلش مسافة كبيرة، فبقيت دايماً بشتري منه. ولاحظت إن كل ما أروح عنده بيبيع لي الخضار بسعر أقل من اللي هو كاتبه، وبيقول لي عشان خاطرك انتي بكده. فأنا بصراحة ما كنتش بستغرب قوي، وبقول علشان يعني عارف إني أنا جارته كده، فأكيد هو بيعمل كده علشان أنا جارته. لحد ما جت عليا أيام جوزي ما كانش بيشتغل فيها خالص علشان صدره تعب من الحاجات الكيماوية اللي هو بيشتغل بيها في النقاشة، والظروف بقت صعبة علينا قوي قوي، لدرجة إني بقيت أشتري الأكل من الناس اللي أعرفهم ويعرفوني بس للشك. ولما ربنا يبعت ليا فلوس من عند أبويا أو أمي كنت بنزل وسدد الفلوس اللي عليا. ولما رحت البتاع الفيدار وقلت له ينفع آخد منك خضار وأبقى حاسبك بعدين، قال لي انتي تاخدي اللي انتي عايزاها في أي وقت وما تشغليش بالك بالفلوس خالص. وفعلا بقيت آخد من عنده خضار لمدة شهر، وبقى عليا مبلغ كبير قوي ليا والباقي الناس. وجوزي كل ده قاعد في البيت وما بقتش عارفة أعمل إيه، لحد ما فكرت إني أبيع حاجة من البيت علشان أسدد الفلوس اللي عليا، علشان بصراحة شكلي بقى وحش قوي وما بقتش قادرة أشتري أي حاجة تانية من الناس. رحت أول حاجة فكرت فيها هي الشاشة بتاعت التلفزيون، بس ما كنتش عارفة أبيعها لمين. المهم قبل ما أفكها نزلت تحت في الشارع وقفت أسأل كام واحد من اللي أعرفهم، يعني لو حد محتاجها أو حاجة. المهم لقيت واحد عاوزها، بس للأسف نزل في سعرها كتير قوي. يعني أنا أول ما جبتها جديدة كانت ب5000 جنيه، فقلت لو أنا بعتها ب1300 جنيه وسددت الفلوس اللي عليا فمفيش مشكلة، إنما هو كان عايزها ب2000 جنيه. فطبعا أنا رفضت، لحد ما رحت البتاع الخضار اللي تحت البيت عندي وقلت له عليها. فتقريبا هو حس إن أنا ببيعها علشان مش معايا فلوس، خصوصا إنه عارف إني باخد منه خضار بقالي شهر من غير ما أدفع فلوسه. فلقيته بيقول لي أنا عاوز أطلب منك طلب. قلت له خير. قال لي بس تعالي نقف على جنب بس علشان الناس. المهم بعدنا عن المحل شوية ولقيته بيقول لي ممكن تعتبريني أخ ليكي. قلت له إزاي يعني؟ قال لي بصي أنا زي أخوكي، وإحنا كلنا معرضين إن أي حد فينا تحصل معاه ظروف زي دي وأكتر من كده كمان. أنا عارف إنك عاوزة تبيعيها علشان الظروف معاكي ومع والدك مش كويسة. قلت له والدي إيه؟ على فكرة أنا متجوزة. قال لي ما شاء الله، والله اللي يشوفك يقول إنك لسه صغيرة. عندك كام سنة؟ فقلت له عندي 24 سنة. والدي إيه؟ على فكرة أنا متجوزة. فقلت له والله اللي يشوفك يقول إنك لسه صغيرة. عندك كام سنة؟ قال لي عندي 24 سنة. طيب جوزك بيشتغل؟ قلت لا. والله اللي يشوفك يقول إنك لسه صغيرة. عندك كام سنة؟ قال لي أنا دلوقتي قاعد أهو وبقاله شهر. قال لي طيب بصي هنتفق اتفاق. قلت له اتفضل. قال لي ايه هو التلفزيون ده كنتي هتجيبي فيه كام؟ قلت له يعني لو جاب لي 3000 جنيه بصراحة كنت هبيعه. قال لي طيب بصي أنا هدي لأختي 3000 جنيه وتخلي التلفزيون عندك زي ما هو، وانتي لما ربنا يفرجها عليكي ابقي تدفعي لي حتى يا ستي لو 100 جنيه كل شهر. طبعا أنا رفضت لأني معرفهوش وعمري ما أخدت فلوس من أي حد غريب قبل كده، بس هو فضل مصمم إني لازم أخدهم، وقال لي في حاجة تانية بقى أهم. قلت له إيه هي؟ قال لي أنا واقف في المحل لوحدي وعاوز حد يساعدني ويقف معايا فيه، فإيه رأيك لو جوزك ينزل ويشتغل معايا؟ قلت له بس أنا هقوله إزاي إن أنا عرفت حاجة زي كده وإن أنت محتاج حد معاك؟ ما هو ما يعرفش أصلاً إني وقفت واتكلمت معاك، ولو عارف إني اتكلمت معاك هيعمل معايا مشكلة كبيرة قوي. قال لي بصي انتي ممكن تقوليله إنك كنتي واقفة بتجيبي حاجة من عندي وسمعتيني بتكلم مع زبونة إني عاوز حد يشتغل معايا،
وهو لو كده خليه ينزل لي. قلت له حاضر هقوله. قال لي، وطلعت البيت وأنا مبسوطة قوي بسبب إني حسيت إن لسه الدنيا بخير، وإن في واحد غريب واقف جنبي لما عرف ظروفي. وبعدها بساعة كان جوزي صحي من النوم، وقلت له بقولك إيه، أنت لازم تشوف شغل في أي حاجة، إحنا كده مش هنعرف نعيش. قال لي يعني إيه؟ هو أنا كنت لقيت شغل وما اشتغلتش؟ قلت له على العموم أنا النهاردة كنت واقفة بجيب خضار، ولقيت الراجل اللي مأجر جديد تحت بيتكلم مع واحدة بيقول لها لو عندك حد عاوز يشتغل أنا عاوز واحد يشتغل معايا، فأنتي ممكن تنزلي تكلمه. قال لي وانتي عاوزاني أشتغل بتاع خضار؟ قلت له وماله بتاع الخضار يعني؟ مش أحسن من قعدتك في البيت اللي بقت تحوجني للي يسوى واللي ما يسواش؟ قال لي لأ مش هشتغل. واليوم ده عملت مع جوزي خناقة كبيرة قوي، وكانت واقفة على الطلاق لحد ما أهلي عرفوا باللي حصل، وكلهم طبعا غلطوه ووقفوا في صفي، واتفقنا خلاص إنه هينزل ويشتغل. ده أنا كمان بحمد ربنا إني مش معايا عيال منه، أنا لوحدي أقدر أستحمل الجوع والعطش، إنما لو معايا طفل صغير في الظروف دي معرفش كنت هعيش إزاي. المهم جوزي نزل وكلم الراجل وفعلا اشتغل معاه حوالي شهر ورجع تاني، بس التعب المرة دي زاد جدا واتحجز في المستشفى لأن كان عنده مشاكل جامدة جدا في الرئة والتنفس. وخلال الفترة دي كان صاحب محل الخضار بيقف معايا في كل حاجة كأني واحدة من عيلته، وبصراحة بدأت أعجب بيه جدا من كتر المواقف اللي بيعملها معايا، ده غير كرمه وحنيلته اللي ما شفتهاش من حد من أهلي. وحسيت إن هو كمان بدأ يقرب مني. ولما كنت بروح لجوزي المستشفى علشان أزوره وهو محجوز لقيته بيطلب مني رقم التليفون بتاعي، قال لي علشان أبقى أطمن عليه منك. فقلت له مفيش مشكلة، واديته رقم تليفوني. وجوزي فضل محبوس في المستشفى شهرين، وفي الشهرين دول بتاع الخضار كان بيكلمني في التليفون تقريبا كل يوم بنقعد نتكلم بالساعات، وعرفت تفاصيل حياته كلها. وقال لي إنه مش متجوز، وكمان سايب البلد بتاعته ومتغرب علشان يجي يشتغل هنا، وملوش أي حد هنا خالص، ومأجر شقة وقاعد فيها لوحده. صعب عليا جدا، وتمنيت في الوقت ده أكون مش متجوزة، وعشان نفسي أعمل حاجة أساعده وأحسسه إني جنبه زي ما هو واقف جنبي في حاجات كتيرة قوي. لحد ما الكلام خدنا واعترف لي إنه بيحبني من أول مرة شافني فيها، بس ما كانش قادر يقول لي حاجة زي كده. وأنا كمان اعترفت وقلت له إني معجبة بيك جدا وبشخصيتك وبجدعنتك، وإني مش هقدر أنسى اللي أنت عملته معايا أبدا. المهم فضلنا كل يوم نتكلم، وبقى في بينا علاقة حب وكلام حب كتير قوي، كل ده وأنا جوزي في المستشفى. بس غصب عني لقيت نفسي بتكلم مع واحد تاني، لأن أنا بصراحة جوزي ما كنتش حتى بسمع منه كلمة واحدة حلوة، والله العظيم كان حارمني من أبسط حقوق، لحد ما ربنا افتكر جوزي وتوفى في المستشفى. في الوقت ده أنا ما كنتش عارفة أزعل على واحد عشت معاه 4 سنين ولا أفرح علشان بقى في حد تاني في حياتي ومهتم بيا. لحد ما خلص العزا وعدى أول أسبوعين، والمفروض إني بقيت قاعدة في الشقة لوحدي، وإحنا أصلاً كنا مأجرين الشقة دي. فقلت لبتاع الخضار إني خلاص أخلص الشقة دي الشهر ده وهنشي وهروح قاعد عند أهلي. قال لي طب ما تخليكي قاعدة فيها وأنا هدفعلك الإيجار. فأنا بصراحة رفضت، وغير كده أهلي مش هيوافقوا إني قاعد لوحدي. قال لي ماشي، وعموما أنا هكلم صاحب البيت وأقول له لو عندك شقة للإيجار في البيت أنا هأجرها منك، بحيث أول ما أنت تقولي له إنك هتسيبي الشقة يكلمني. قلت له تمام. وفعلا أنا مشيت ورحت عند أهلي، وهو أجر الشقة بتاعتي. ومن أول هنا بقى بدأت أعمل حاجات أنا ما كنتش أتخيل أبدا إني أعملها، بس فعلا كان غصب عني. طبعا كنا بنتكلم أنا وهو كتير جدا، وبقيت أحبه جدا جدا، وكان بيطلب مني إني بجيله شقته بما إنها فاضية ومفيش حد قاعد فيها، وبحجة إن الشقة عاوزة تتروق ومش نظيفة وعاوزيني أروح علشان أعملها له. فأنا بصراحة كنت بخاف أروح علشان ما أعملش حاجة غلط، ورفضت. فقال لي هو أنت خايفة مني؟ قلت له أنا خايفة من نفسي أصلا. قال لي ما تخافيش، أنت هتيجي المحل وهتاخدي مني المفتاح بتاع الشقة وتطلعي تظبطي الدنيا فوق، وأنا مش هطلع، أنا هكون واقف تحت في المحل علشان تبقي مطمنة. قلت له إذا كان كده ماشي، ورحت له فعلا وخدت منه مفتاح الشقة وطلعت. أول ما دخلت الشقة
قعدت أعيط جدا لأن كان ليا فيها ذكريات، ودي كانت صعبة عليا جدا إني أمشي من الشقة دي بالذات. المهم روقت لها الشقة، هي تقريبا أصلا كانت فاضية وما كانش فيها غير أوضة بس هي اللي فيها سرير بينام عليه ودولاب. المهم خلصت له كده في حوالي ساعة ونزلت له المفتاح بتاعه ولقيته بيديني فلوس. رفضت إني أخد منه حاجة ومشيت، ورحت متصلة بيه وأنا في الطريق قلت له: هو أنت فاكرني جاية لك الشقة عشان خاطر الفلوس؟ قال لي: لأ والله أنا بديهم لك محبة. قلت له: خلي المحبة دي في وقت تاني مش في الموقف ده، وبعدين أنا جاية أعملها لك علشانك أنت مش عشان الفلوس. قال لي: والله العظيم أنا عارف وتسلم إيدك. قلت له: ده أنت حتى ما هنش عليك تجيب لي حاجة أشربها. قال لي: ما أنت اللي خلصتي الشقة بسرعة ومشيتي، إن شاء الله أعوضها لك المرة الجاية. المهم ضحكنا شوية مع بعض في التليفون وقفلت ورحت البيت. وبعد 15 يوم لقيته بيقول لي تاني إن أنا أروح أعمل له الشقة، وطبعا أنا ببقى مطمنة جدا إني مش هعمل أي حاجة غلط لأن هو مش هيكون موجود زي المرة اللي فاتت. قلت له: ماشي، بس معلش خليها الصبح بدري على الساعة 10 كده، وعلشان أنا ورايا كذا حاجة هعملها. قال لي: ماشي. رحت له تاني يوم، قابلته في المحل وأخدت منه المفتاح وطلعت. أنا لبسي كله عبارة عن عبايات، وعلشان أشتغل في الشقة بدخل أقلع العباية عشان ما تتبهدلش. المهم قلعت العباية وبدأت ترويق في الشقة، وبعدها بربع ساعة سمعت صوت مفتاح بيفتح الباب، فأنا اتوترت، وفجأة الباب اتفتح ولقيته قدامي، والأوضة اللي فيها العباية اللي أنا قلعاها كانت بعيدة عني. فرحت علشان ألبسها، لقيته راح قفل باب الشقة ورجع ورايا وقال لي: هو أنتي مكسوفة مني؟ فقلت له: بصراحة أنا أول مرة في حياتي أكون مع راجل غريب لوحدي. قال لي: هو أنا كده غريب؟ قال لي: مش أنتي كان نفسك في حاجة تشربيها المرة اللي فاتت؟ قلت له: بس ده كتير قوي. قال لي: مفيش حاجة في الدنيا تكتر عليكي، وعلى فكرة أنا أول مرة برضو أكون مع واحدة في شقة ومقفول علينا، بس عموما متخافيش، أنا عمري ما هأذيكي. وقلت له: أنا مش خايفة على فكرة. قال لي: طيب ممكن أطلب منك حاجة أنا نفسي فيها؟ قلت له: نفسك في إيه؟ نفسي أخدك في حضني. سكت وما قدرتش أرد عليه لحد ما لقيته بدأ يقرب مني وأخدني في حضنه. فعلا لأول مرة في حياتي أحس إني في حضن راجل بجد. حسيت إنه حاسس بيا قوي وعارف أنا كان قد إيه نفسي في حد يحتويني كده. فضل حضني شوية وقال لي: أنا حاسس إني فرحان قوي. قلت له: فرحان ليه؟ قال: أول مرة يكون نفسي في حاجة وتتحقق، ومبسوط قوي وانتي قريبة مني كده. المهم ضحكت وقلت له: بس كده هتدفع كتير. لقيته بيقول لي: ولا عينيا ليكي، اللي نفسك فيها اعمله. وقلت له: ولا مش نفسي في أي حاجة، أنا أهم حاجة عندي أشوفك سعيد. فضينا مع بعض شوية وما حصلش بينا أي حاجة في اليوم ده خالص. وقلت له: أنا لازم أمشي دلوقتي علشان مش هينفع إني أتأخر كل ده على البيت. وراح نزل هو قبلي على المحل، وأنا لبست العباية بتاعتي ونزلت اديت له مفتاح الشقة. لقيته بيحلف عليا إننا لازم ناخد الفلوس ديت، وكان حاططهم في ورقة كده ولففهم وأنا معرفش هم كام. وقال لي: ولما وصلت البيت ودخلت أوضتي بطلع الفلوس لقيتهم 100,000 جنيه. ما كنتش مصدقة من كتر الفرحة، وفي نفس الوقت حسيت إنه كتير قوي عليا. رحت متصلة بيا وقلت له: على فكرة كده ما ينفعش، هو أنت بتشتغل وتكسب علشان في الآخر تديني أنا الفلوس ديت؟ قال لي: أنا وإنتي واحد، ودي أقل حاجة ممكن أديها لك. والله ده أنا لو أطول أجيب لك نجمة من السما هجيبها لك. لما حسيت بقى إنه بيحبني قوي كده، قلت أعرض عليه بقى فكرة إنه يتجوزني طالما إنه هو عاوزني وبيحبني بالشكل ده. تاني يوم كلمته وقلت له: هو أنت مش ناوي تتجوز؟ قال لي: أكيد ناوي إن شاء الله. قلت له: طيب يا ترى لقيتها ولا لسه؟ قال لي: لقيتها، بس أنا قدامي شوية كده عقبال مجمع قرشين الأول، وكمان علشان أعرف أتكلم مع أهلها وكده. قلت له: يا ترى بقى أنا أعرفها؟ قال لي: هو في حد ما يعرفش نفسه؟ قلت له: يعني أنت قصدك عليا أنا؟ قال لي: طبعا، وأنا كنت هكلمك في الموضوع ده، بس بما إنك فتحتي الموضوع فكان لازم أعرفك. وخلال السنة دي كنت بروح عنده الشقة. في الأول كنت بروح علشان أروق وكده، لكن بعد كده بقيت أروح علشانه هو.
وبصراحة كل حاجة بقت تحصل بينا. والغريب إن ما بقاش هو اللي بيطلب إني أروح له، لأ، بقيت أنا اللي بقوله إن أنا اللي عايزة أجيلك، لأنه فعلا بيوحشني وما بقتش أقدر أستغنى عنه أبدا. قعدت سنة وأنا خلال السنة دي عايشة يعتبر معاه، وبروح له كل يوم الشقة أقضي أجمل وقت معاه وبرجع البيت. والمفروض إن خلاص فاضل سنة واحدة ونتجوز، وقال لي إنه خلاص خد شقة إيجار قديم علشان مش كل شوية ننقل في مكان تاني. لحد ما قلت له طيب خلاص، أنا هعرف أهلي بقى علشان إحنا كمان نظبط نفسنا ونشوف هنجيب إيه. قال لي لأ، ما تعرفيش حد دلوقتي حاجة، خليها قبل الجواز كده بشهر، وأنا كده كده مش عايزك أصلا تجيبي أي حاجة، أنا هجهز الشقة كلها من كل حاجة. قلت له خلاص ماشي. وتاني السنة دي برضو أنا مستمرة معاه وبروح عنده كل يوم أو كل يومين، بروح أقعد معاه ساعة علشان ما ينفعش أتأخر على البيت أكتر من كده. ولما خلاص السنة التانية قربت تخلص وبقى فاضل شهر على الجواز زي ما كنا متفقين، جيت اتصل بيه لقيته مردش عليا. بعديها بفترة اتصلت بيه تاني، راح رد عليا وقال لي معلش أنا مشغول بس دلوقتي هخلص حاجة كده وهبقى أكلمك. بعد يوم وتاني يوم محدش كلمني. جيت اتصل بيه لقيت تليفونه مقفول. فضلت أجرب طول اليوم طول اليوم تليفونه بيديني مغلق. قلت خلاص تاني يوم هعدي عليه في المحل. وجه تاني يوم الصبح لبست ونزلت، وصلت قدام المحل ولقيت المحل مقفول، وأنا متعودة وعارفة إنه بيصحى بدري، فأنا بصراحة قلقت عليه قوي، وجريت أتصل بيه وأنا واقفة قدام المحل وبرضه بيديني التليفون بتاعه مقفول. رحت طلعت قدام الشقة وقعدت أرن في الجرس، برضه محدش بيرد ولا حد بيفتح. نزلت وما بقتش عارفة أعمل إيه. قلت أسأل المحل اللي جنبه يمكن يكون عارف حاجة. قلت له طيب خلاص هشوف صاحبتي كده وهرد عليك. وقفلت معاه وبقيت منهارة من العياط في الشارع. ما كنتش متخيلة إن بعد كل اللي حصل بينا يغدر بيا ويسيبني ويختفي فجأة كده. اتصدمت صدمة عمري فيا، وحمدت ربنا إني ما كنتش عرفت أهلي حاجة. أنا كل اللي حزنت عليه حبي ليه والحاجات اللي كانت بينا لما كنت بروح عنده، وكمان العرسان اللي جاتلي كتير واللي أنا رفضتها بسببه. وأنا عمري ما هسامحه لآخر يوم في عمري، وعمري ما هكرر الغلطة دي مع حد تاني مهما كان هو مين. دي كانت قصتي ودي كانت حكايتي.